مرحبا يا أحلى متابعين. فيديو اليوم مميز لأنه راح نغوص سوا بكلمات وأداء أغنية جديدة للفنان الشامي بعنوان بتهون. الأغنية من أول ما نزلت لقت تفاعل واسع، خصوصا من الناس اللي عاشوا لحظات خيانة أو فقدان أو حتى صدمات بعلاقاتهم. أنا اليوم راح أعمل تقييم مفصل لكل سطر بالأغنية، شو قوته، شو إحساسه، وإذا فعلا بيوصل للمستمع ولا لا. خلونا نبلش. الأغنية تتميز بصدق الإحساس والكلمات العاطفية العميقة، فهي تحكي عن خيانة، وفاء، ووجع الحب بطريقة مؤثرة جدا. ببداية الأغنية السطر "من غير علمي باسمك عيني نادت عليك" يضع المستمع مباشرة في جو من التعلق الغامض، بينما والأذى صار عادي بس بالي ظل حواليك يعكس تناقض بين الألم والتمسك بالشخص المحبوب. المقطع الثاني "يعني هيك صار عادي تعاملني غريب، نظراتك كلها قسوة وصمتك مريب". هذا المقطع يعكس شعور بالغربة والبعد داخل العلاقة. البداية "يعني هيك صار عادي" تظهر قبول المتحدث بما حدث رغم الألم، بينما "تعاملني غريب" تعكس فجوة العلاقة وتحول الشخص المقرب إلى شخص بعيد وغير مألوف. "نظراتك كلها قسوة وصمتك مريب" تضيف بعدا دراميا شديد التأثير إذا تصور برود الحبيب وغموضه بطريقة تجعل المستمع يحس بالقلق والانزعاج النفسي نفسه. هذا المقطع قوي لأنه يعكس تجربة واقعية يمكن لأي شخص أن يتعرف عليها ويشعر بها، ويعطي الأغنية بعدا عاطفيا مؤثرا. كورس "عادي بشتاق لو غيري فيك، عادي عمره الغدر ما يفيد، عادي حاج تعلقني فيك، عادي إن شاء الله يغير يرضيك". الكورس يجمع بين الاستسلام والشعور بالكرامة. السطر الأول يعكس تعلق القلب حتى في غياب الحبيب، بينما الثاني يوضح حكمة مفادها أن الغدر لا يغير الواقع. والسطر الثالث يضيف لمسة مواجهة وكبرياء. والسطر الأخير يعطي الأغنية نهاية قوية مليئة بالاعتزاز بالنفس ورسالة واضحة لشخص آخر. الكورس مؤثر لأنه يلمس التجارب الشخصية يعيشها الكثيرون، ويجعل الأغنية تعلق في ذهن المستمع. المقطع الثالث "عالدم سوا وحق صوتي لدوا، ما بيع ولا خون والعشرة متهون، لو على أذايا نوا". هذا المقطع يعكس الوفاء العميق والإصرار على الصمود رغم الألم والخيانة. الأسطر شاعرية جدا وتضيف بعدا فلسفيا للأغنية، حيث يظهر التمسك بالقيم والولاء حتى لو كان ذلك على حساب المعاناة الشخصية. الأداء الصوتي للشامي هنا يزيد قوة المقطع ويجعل المستمع يشعر بعمق وصدق في كل كلمة. "جار الزمن يا عيني باعوني، اللي مني وفيني، سهي الوفا اللي فيه نرش العتم يرويني". هذا المقطع يعكس الألم والخيانة من أقرب الناس. السطر الأول صريح جدا يصور خيبة الأمل بشكل مباشر، بينما الثاني أكثر شاعرية وتعقيدا، لكنه يضيف لمسة فنية للأغنية ويزيد من جماليتها. المزيج بين الواقعية والتصوير الشعري يجعل المستمع يشعر بالعمق العاطفي للأغنية. "والله وعلى عيونك رصينا، وعلى عيوبك سكتنا رضينا، ولما العرج رافق دروبي قامت حروفك علينا". هذا المقطع يعكس تحمل والصبر، حيث يظهر المتحدث أنه تحمل كل شيء حتى عيوب الحبيب وسكت عن الأخطاء رغم الألم. أما السطر الثاني يصور اللحظات الصعبة والطعنة أثناء الحاجة ويضيف بعدا عاطفيا عميقا للأغنية. الأداء هنا مؤثر جدا ويترك تأثيرا قويا على المستمع، مما يجعل ختام الأغنية قويا ومؤثرا. "وتهون يا قلوب لو خان رمل الأرض، تروح ندوب لو رجعوا لي رفاق الدرب". المقطع الأخير يحمل بعدا فلسفيا ورسالة أمل، فهو يظهر قدرة القلب على التغلب على الخيانة والصدمات مع الاعتراف بقيمة الصداقات الحقيقية. الصور المستخدمة هنا قوية ومؤثرة وتضفي على الأغنية طابعا دراميا وإنسانيا يجعل المستمع يتأمل في تجاربه الخاصة. إذا بدنا نلخص، الأغنية مليانة مشاعر وصوت الشامي يعطاها قيمة أكبر. كلمات قوية، في كم سطر كان ممكن يكون أبسط أو أوضح، بس الجو العام مؤثر. أنا بعطيها 8/10، وأنا متأكد أنها راح تكون من الأغاني اللي الناس بيرجعوا يسمعوها كل ما يتذكروا خيبة أو وجع. بالنسبة للحن والتوزيع، اللحن هادي حزين ويترك مساحة للكلمات توصل. التوزيع بسيط بس متوازن، يمكن بعض الناس يحسوا أنه تكرار كبير، بس بالحقيقة هذا الشي ساعد يعلق الكورس بالذاكرة. هلأ دوركم تحكولي شو أكثر سطر حسيتوه قريب منكم. اكتبولي رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم التقييم لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة. بشوفكم بالفيديو الجاي.